領域展開熊道無料空想. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بطريقة الفينش الجديدة. النهارده هتستفادوا من الطريقة دي ان شاء الله. انت تتابع معايا واحدة واحدة وما تقدمش ولا تأخر ثانية واحدة. تمام. لازم يكون معايا واتساب الأعمال. انت معاك نسخة الأعمال ان شاء الله. هتحط رقمك عليها لو انت فاتح واتساب ماسنجر وهكذا. تمام. هتفتح واتساب الأعمال. تمام. وهتخش في جروبات كتير وهتخلي مثلا ايه الناس تقول للناس تعالى سيفوني وبتاع، وخلي ناس ايه يعني ناس كتير قوي تبعت لك، او واحد مش شيري شيرك الكلام ده. تمام. هتخش ايه هتلاقي يعني ارقام كتير عندك. يعني انا عندي اهو شات اهو، شوف. تمام. كل دي ناس اهي، ده غير الجروبات والكلام ده. تمام. فانت اعمل حاجة، انت ايه هتعمل نفس الكلام ده. تمام. ارقام كتيرة وجروبات كتير. هتخش جروبات، اهم حاجة الجروبات تكون فيها تفاعل او ضغط رسائل. يعني جروبات اقل حاجة مثلا بتجيب في اليوم مثلا 1000 رسالة مثلا مع ان في جروبات تبقى تجيب اكتر. هتيجي بقى على كلمة التحديثات كده وهتخش على ايه على القنوات. هتيجي على القنوات، انت عندك هنا ايه قنوات اهي. هتيجي كده على كلمة استكشاف المزيد، هتلاقي قنوات موثقة. يعني قنوات موثقة، انت مثلا يا عم هتخش في كذا قناة، في مثلا 10 قنوات بس بقى ايه بينزلوا رسايل والكلام ده. تمام. عندك القناة دي. تمام. عندك القناة دي والقناة دي، القناة اللي هي الكبيرة انت فاهم. يعني القنوات لا يا راجل، دي كلها تخش فيها عادي جدا اهو كده. تمام. احنا عندنا هنا الفينش شان لسه تعرفوا اللي هو شغال من امبارح اهو. ده اول لما قال لي في قالوا الساعة 9:58 كنترول، مع انها في ثواني. تمام. ده يدوبك بعت لي قال لي معايا رقم مسدد اتفق وكده. نخش ونطلع تاني اهو. الساعة 9:25 9:26 كان طاير عليه قبل اهو، قبل وبعد. تمام. هنغلوش على رقمه كده. تمام. بص يا سيدي، بعد ما انت عملت ده كله ودخلت في الجروبات ويعني حوالي 30 جروب والكلام ده كله وخلصت الدنيا دي كلها، بتيجي على الثلاث نقط كده وعلى كلمة الإعدادات، وبتيجي على التخزين والبيانات، وبعدها على الوكيل. عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. تمام. بعد كده ايه بيجيلك دي بتبقى فاضية. هنمسح دول خالص. هتيجي كده تكتب 1 دوت يعني نقطة، كمان 1 دوت 1 دوت 1، وبتتك علامة الصح كده وبتقوم راجع لورا كده بيجيلك معاك ايه استخدام الوكيل. الوكيل ده اللي بيعمل ايه بقى؟ ده اللي بيقطع عن النسخة النت، اللي محدش يبعتلك ولا انت تبعت لحد. تمام. بتفعله كده وبتيجي هنا خالص ترجع بعد ما تخش الجروبات والكلام ده كله. تمام. وهتسيب رقمك يومين، يعني 48 ساعة بالظبط. تمام. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. 48 ساعة بالظبط. هترجع تاني كده على طول، وهتفك الوكيل وهتفضل في النسخة. انا عايز تليفونك يهنك في النسخة. تمام. تليفونك يهنك في النسخة كده. لو رقمك طار عادي مفيش مشكلة، هتخش تاني وهتفتح نفس الكلام وهتجرب الفينش. هتجرب اول حاجة ايه بقى؟ هتجيب رقم فيك، هتخليه يبعتلك نقطة، وانت اول لما يبعتلك النقطة مش تخش عليه من هنا عادي، تخش عليه من هنا او اي حتة، تخش عليه خالص من الملف الشخصي كده، وهتخش هتشيل بلاغات، هتشيل 3 بلاغات بس. 3 بلاغات كده وتقوم جاي ناسخ رقمك كده اهو كده. ونسخة التوثيق اللي انا هنزلها لك. تمام اهو. وتقوم جاي ايه انطر بره كده، هتلاقي رقم جاي معاك اللي هو طار كده. ده فك بعد ما طار هنا كده. بقاله حوالي اكتر من 6 ساعات اهو. ده فك. هتخش انت اعمل حاجة بعد ما يبقى تقوم واخد سكين قبل كده، وبعدها بقى لما تشد عليه البلاغات تقوم جاي ايه خليك في قلب النسخة بتاعتك عادي جدا.
واول لما تيجي كلمة ابلاغ قوم جاي رأس سكرين وترجع تاني كده وتنطره بره تاني بعد ما تشد بلاغتك. تمام، بس الرقم يكون متصل. الرقم يعني دلوقتي احنا لو بعتنا له اهو رقم مش متصل فلازم يكون متصل. تمام. بس هو ده كان شرح النهارده. ده اللي انت هتعمله، هتخش الجروبات وهتشترك في القنوات اللي هي الموثقة وهتفعل الوكيل. ده اللي انت هتعمله يومين يعني بس بالدقيقة كده. تمام. ايه اللي يقولك بس 6 ساعات والكلام ده كله كلام فاضي، ده كله كلام فاضي. انت بعد ما تفعل الوكيل كده هتقفله عادي جدا وهترجع. ويا سلام بقى لو نقلت رقمك على واتساب ماسنجر وجيت تشد بالارقام اللي تخش لك. يعني هنا في قناة التليجرام كنت مطير كذا رقم ومسحتهم عادي. قناة التليجرام دي المفروض انتوا تقدروني وما تطلعوش منها، يعني كانت خلاص كانت توصل 1 كيلو ولقيت ناس كتير قوي طلعت منها وكده. تمام. يعني الناس اللي بطيرها هنا بجيبها. تمام. في ارقام لسه معايا ما جبتهاش وكده. اهو في ارقام كنت انا منزلها بس ايه عادي مش مشكلة، هننزلهم ايه واحدة واحدة مفيش مشكلة عادي. المهم زي ما قلت لكم كده هتقدروني بلايك وكومنت، ويلا اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.